السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله هنتكلم عن اسعار الفراخ وليه الفراخ المفروض تبقى ب100 جنيه. طبعا الصورة اللي انتوا شفتوها في اول الفيديو ديت انا حطها لكم كده في اول الفيديو عشان تفهموا الكلمتين اللي انا هنقولها. طبعا انا كواحدة مربية ربيت الفراخ. اول يوم جبت فيه الفراخ كانت الفراخ بتتباع في المحلات ب110. لما جيت نبيع البيع الفعلي كانت الفراخ وصلت ل85 وال80 وفي محلات بتبيعها ب90. طبعا التربية البيتي بتبقى ازيد 3 جنيه عن التربية بتاعت المزرعة اللي هي طلع في نص العمر. استوقفني بقى موقف امبارح. انا بعد ما بعت الفراخ بتاعتي وخلصتها كلها في السوق لقيت واحدة قاعدة بتبيع الفراخ كيلو الا ربع. فواحدة بتقول لها بيعي لي فرخة من دول. هي كانت الفراخ كيلو الا ربع، كيلو وربع. الفراخ كده تحس ان هي ريشها منكوش وبتنهج، وفي فراخ منها ميتة جنبها وحاجات كتير كده. بيعي لي الفرخة ب50 جنيه. قالت لها والله العظيم الفرخة انا بنبيع الفرخة ب80 لو هي كيلو هنوزنها لها. ادعي لاصحابها ربنا يعوض عليها. يا جماعة الناس المربين الكلام ده للناس المستهلكة قصدي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ادعوا للناس فعلا اللي بتربي فراخ اليومين دول في ظل الحر. على فكرة اللي بيربي فراخ ده بيبقى بيجازف باللي هو بيعمله. لما تبقي معاكي 5000 و6000 وعايزة تستثمري فيهم عشان تأكلي عيالك وتشربيهم وتصرفي عليهم، وفجأة تجيبي الفراخ تموت منك من الحر ومن النهجان. ولو ما ماتش منك بتضطر ان انت تعملي كركريه وتشغلي مراوح وتفتحي شفاطات وتفتحي شبابيك. انا واحدة من الناس بنبقى تعبانة وعندي اطفال وعندي كل حاجة وبنضطر ان انا الفراخ دي بنطلع لها سلم اكتر من 4 5 مرات. نفتح شبابيك ونقفل شبابيك بالليل ونفتحها في وقت الظهر ونطلع بوقت الظهر نشيل الاكل من الساعة 10. الموضوع مرهق جدا، الموضوع مش بالساهل. فيا ريت بدل ما انتم بتقولوا احنا هنعمل مقاطعة ومش مقاطعة، اللي عايز يعمل مقاطعة يعمل. انا عن نفسي الله اعلم هنجيب فراخ تاني ولا مش هنجيب، يعني ان شاء الله الدورة الجاية دي لسه فيها تفكير. بس ادعوا للمربي ربنا يعينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.